مولانا. وبعدين فجأة جت في بالي، عدت في خيالي عقل باطن قال لي دوسها يا عماد كده، دوسها. دوست هو لك. أنا بريء، أنا بريء حتى تثبتي ده أنت. الله لا يسيئك، اسكت اسكت، اعرف اكشف على القتيل اللي انت جايبهولي ده. اسكت. أنا آسف، اتفضل اتفضل. ترمومتر هنقيس الحراره، قلبهولي عشان نقيس الحراره. أيوه بس ده مش حرارة، ده حرارة لا لا لا، ده الترمومتر الكبير. انت عارف بيتحط فين؟ لو ما سكتش انت اسمك حماده. لو ما سكتش يا حماده هقيس ديك الحراره. ها حمادة. اسكت خالص. ايوه انا لسه حالا داخله. لا مفيش حد في البيت، انا لوحدي. الحقوني ارجوك، ارجوك ما تغتصبنيش، مش هتتبسط، انا عجوزه، وبعدين انا طول عمري عايشه بشرفي. الحقني يا حماده. ايه ياما في ايه ياما؟ السفاحه اهو. سفاح ايه ياما؟ لا ده مش متشرف، ده صاحبي. انت وهو مش اخرجوا بره بره بره. مش انا السبب ياما، هي السبب. انا كنت سائل ميكروباص وبكلم مولانا بعتذر له، فجأة جت في بالي، عدت في خيالي عقل باطن قال لي دوسها يا حماده. فوق لقيته نايم مفنس قدامي. انت خبطته بالميكروباص؟ يعني انت ياما خايفه على الميكروباص الصاج ومش خايفه على التحش ده؟ بقول لك ايه، التحش ده بعد ما يطفح حميه ونيمه في اي خراره لحد الصبح. حاضر يلا حاضر يلا يلا واحده واحده يلا يلا. بس سيبي ده بيحتفل بيكي ياما، بيحتفل بيكي بعيد الاخ. يلا انت فاهمني؟ طب انت شايفني انا اهو. طب ايه عايز ايه؟ عايز الصابونه؟ خد الصابونه اهي. بقى انت بتعمل ايه؟ يا لهوي، انت كمان مش عارف الفرق بين الصابون بيتاكل ولا بنشطف بيه؟ كنتش اقصد خالص صدق. اوعى ايدك يالا، انت فاكرني ايه؟ او عشان لابس لك كده هتعمل كده؟ انا حماده بس راجل. طب يمكن الحادثه لستك الفرق بين الذكر والنتايه؟ انا دلوقتي بصلي، دلوقتي هاخدك عند الست الكبيره اللي بتشرب بيره، هروقك. بقول لك ايه، سيبك انت، هدوم اعدادي عليك هتاكل منك حته. تعالى وحش اسخن كده. ايه ده؟ بس اي لحمه وخلاص. الحمد لله امي نفدت من تحت ايدك. امشي. ايه كل اللي جابهولي بيرضع ده؟ سيب دي يا واد، امسك شد ما تخافش. يا سلام بلغ. على فكره احنا جايين على السمعه. وانت يا حبيبي جاي في المكان الصح. اديني هديلك دلوقتي بيت يا مديحه 10 سنين خبره على البسكول. 145 كيلو غير لقط، وكفايه اكل محشي. بيت يا صفاء 165 كيلو غير لقط. وده اصله ده. طيب التالتة بقى. يا دلع الدلع. دلع الدلع. بس زلزال 92 هام غير لقط. يلا يا اخويا هو ايه اللي غير لائق؟ هو هم هيدخلوا الجيش؟ ماليش دعوه، انت مش شايفه احجامهم عامله ازاي يا ست احجام هانم؟ زي العسل. بس ما تمشيش مع هذا الكائن الرقيق. يا اختي اسم الله، هو اللي عندي طلبك. يلا. عسل سميره عز العرب. وديني. امال ايه؟ وانا اللي هاخده بنفسي ادخله. قومي يا كميله، قومي يا موكوس، ما تاخدش البزازه معاك يا واد. لا يا واد رومانسي. ده ايه الرومانسية دي كلها؟ ده كده التقيل جاي ورا بقى. ايه ده انت هتنام؟ لا فوق كده وصحصح معايا. بقولك صحصح معايا وفوق كده.
احنا لسه في اول اليوم. يلا 1 2 3 4 5 6 7 هتخس. يلا 1 2 3 4 5 6 7. سيبوكم من المحشي ده، لا اكلكم عيش. يلا ها يلا. حمادة 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 6 8 4 حمادة انت قلت يا حماده، اخيرا اتكلمت. وحشني صوتك يا ابن الكلب. اخيرا اتكلمت، اخيرا. قول بابا كده، قول بابا. اهلا. والله وقعتوا يا زباله يا حساله يا قاع المدينه يا حديث المدينه. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. ايه ده؟ انتوا بتعملوا نسوان على الجريل؟ انتوا متهمين بتسريق دعاره. يا باشا لا، ده ادبي يا باشا. ودعارة ايه؟ ده احنا جيمنازيوم. لا اله الا الله، ان بعد الظن اسم. معلش يا جماعه، احنا اسفين ظلمناكم. هنتكل على الله بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا يا ابني انت وهو، يلا يا ابني بتاكدوا من معلوماتكم. اخيرا الحمد لله ماشي. انت اتكلمت صح؟ أيوة اتكلمت. ايوه اتكلمت، قلت كلمتين مع بعض يا فاجر. انت عملت ايه جوه يا نمسا؟ بركاتك يا سميرة يا عز العرب. والله وقعتوا يا زباله يا حساله يا قاع المدينه يا حديث المدينه. اصل احنا راجعنا الملفات لقيناكم واخدين تصريح بالدعاره مش معهد ايروبكس، وبعدين الاوردر طلع، فلازم اخدكم معايا ما ارجعش بايدي فاضيه. ولا انتوا عايزيني احاسب على الاوردر؟ والله العظيم مش انا السبب. ايه السبب؟ انا كنت راكب الميكروباص بعتذر لمولانا، فجاه جت في بالي، حدت في خيالي، عقل الباطن قال لي دوس يا حماده. فقت لقيتك نايم مفنس قدامي، لكن مش انا السبب صدقني، مش انا السبب. انت يا عم مش هتلين بقى الحنجره؟ انت مش لسه بتعلم الكلام؟ لين الحنجره بقى وشوف كده وروح عليا. قول لي بقى اسمك، فصلك، عنوانك، قول لي كل حاجه. أي أنا ايوه. أنا عامل من بنا. اقسم بالله عارف انك عامل من بنها، باين عليك بيبان اصلا. أنت تعرف بنها؟ طبعا اعرف بنها، ده الدنيا كلها عامله من بنها. أنا عايزك ترجعني وطني بنا. حاضر من عينيا. ساعة الا ربع هناخد ميكروباص من رمسيس، هنبقى في قلب بنها. ساعة إلا ربع؟ بس المسافة ما بين كوكب الأرض وكوكب بنها 150 سنة ضوئية. انت قصدك بنها ولا العباسية؟ إيه ده، هي العباسية دي معانا في نفس المجرة؟ صدق وانت ساكت احلى بكتير. حمادة، ايه السلسلة مالها؟ السلسلة الخاصة بتشغيل المركبة الفضائية بتاعتي. سلسلة ايه ومركبة ايه ولا لا، ما تاخدنيش في دوكة. واحدة واحدة كده بقى وعلى رواقة، واحكي لي. لين الحنجرة وسمعني. يلا دور. أنا عامل على كوكب بنها. بعتوني هنا في مهمة قومية لاكتشاف الغزوء الأرضي، وأول ما نزلت كوكب الأرض السلسلة بتاعتي اتسرقت، ومن غيرها ما أقدرش أرجع كوكبي تاني. بس برضه ما أقدرش أنكر إن الاستقبال كان عظيم. الأطفال كانوا بيعتبروني بطل وبيهتفوني البلبوسة أهو، البلبوسة أهو. بس الكبار بقى كانوا غيرانين مني ونفسهم يبقوا زيي، فأنا تواضعت وقررت إني أبقى زيهم. بس أنا مش عارف ليه بتحطوا ورق في الهدوم بتاعتكم. بعد كده عرفت إن الورق ده أهم حاجة على كوكب الأرض، واستغربت جهلنا في كوكبي إننا لازم نروح مكان معين عشان نتخلص من فضلاتنا فيه. واتعلمت حاجة مهمة جدا، ما تبصش للي في إيد غيرك. وعشان محدش يبص على اللي في إيدي قررت ألبس من تحت.
ولما جوعت وجيت ادور على اكل لقيتكم حاطين الجزم مكان العيش. الظاهر ان الجزم دي اغلى اكله عندكم. كان نفسي اعرف طعم ابو رباط يفرق ايه عن البانس، بس ما كانش معايا فلوس، ولولا جدعنة ولاد الكوكب الطيبين كان زماني مت من الجوع. كل ما اروح اقف جنب عربيه يدوني فلوس. واكتشفت بعدها ان دي شغلانه عندكم وبتكسب، وفي شغلانات تانية كتير بتكسب دهب برضه. بس اكتر حاجه ضايقتني بقى لما حد وقعت منه حاجه ورجعتها له، نزل هو واصحابه مخصوص من عربيته عشان يشكرني، وانا بصراحه ما بحبش الشكر. وبعد كل ده اتعلمت ان الخازوق مش شيء مادي ملموس، الخازوق في الرحله. هو الواد ده اتجنن من خبطه ولا ايه؟ وانت حكايتك ايه يا حماده؟ راح رمسيس؟ تعالي هنا. رمسيس منين يا عم؟ تعالى هنا يا عم، دي فردة حماده العقرب. انا البرنج يا برنجك منين يا عم؟ تعالى هنا بنقول لك. رمسيس يا ايه اللي فيها يا رزل؟ دي فردة حماده العقرب. لا هو البرنج يا عم برنجه منين؟ بقول لك دي فردة عقرب، انت متصدر ولا ايه؟ ايوه متصدر. طب المصحف ده اروح اقول له يجي يوريك الاستيراد والتصدير عاملين ازاي؟ تروح تقول له؟ اه. طب اديله دي. احنا بس عليك. رمسيس استاذ حماده يا حماده عقرب، الرزل ضربني وخلى واحد يحمل علينا عافيه يا عم. ليك حد في السجل المدني؟ ايه عشان يكتب لك شهادة وفاة. والله شربته عشان خاطرك يا عم. يا بخت من قدر وقف يا عم الوسطى. هي دي بقى يا محمد العقرب قلب الطيب. انت من عيلة العقرب؟ لا، من عيلة الهندي. امال ايه حكاية العقرب دي؟ الموضوع يا حضرات ابتدى معايا بإضافة على الفيسبوك. فرشت الوادي؟ وعرفت منين؟ قلبي هو اللي قال. ممكن اسالك سؤال صغير بس قبل ما نبدا في اي حاجه؟ طبعا قول. هو انا اول راجل في حياتك؟ محمد ومصطفى ومحمود وعادل، بس انت اول واحد على الفيس والله العظيم. على الفيس قشطه، انا موافق. انا بقى ليا في الفيس بس عادي يعني؟ تمام. حلو قوي. طيب وانت ليك علاقات قبل كده؟ لا انا خان. عجنت؟ اصل البنات اليومين دول استغلاليين نار. الا البنات الاستغلاليين، انا بكرههم جدا. سؤال تاني عشان ده مهم في العيله عندي. طبعا قول. انت برج ايه؟ انا برج العقرب. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا اتصال. اهلا ست كواكب صديقة البرنامج، خير؟ ابني حماده برج الجوزاء، عرف بنت على الفيسبوك، بس البت دي من برج العقرب، وانا ما بستريحش للبرج ده. يا ترى تشورني يا مولانا؟ برج العقرب لا يتفق ولو للحظة مع برج الثور. بقول لك برج الجوزاء مش الثور. يا ست ام حماده، طور من جوزاء، ده انا اللي حاطط المنهج. ومعانا اتصال تاني ونقول الو. محمد من المنصورة، اهلا يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. مالك؟ بكلم نهى من الصبح بترد. زفت نهى يا ابني، ما سيبك منها، اسمع كلامي، ده انا خبره، امك دي خبره. ايه؟ ايوه لسه ذاك جمعه. بقول لك ايه ياما، فكك من الخزعبلات دي وذاك جمعه يا اختي. ومن الاخر هقابل ابوها يوم الخميس الجاي. يا خيبتك التقيله، الواد ده طالع لمين؟ جوزاء دايما مندفع وبيلبس في الاخر. ولبسنا الدبل ولبست انا معاها عمتي.
العربية الحلوة دي؟ موديل سنتها دي. سنتها؟ نهى ازيك؟ ايه ده؟ شريف ازيك؟ ايه ده؟ الحق رجعت امتى من الكويت؟ جيت امبارح عديت عليكي في البيت، مامتك قالت لي انك هنا. ايه رايك في عربيتك الجديده؟ تجنن، دي عربيتك؟ مين ده؟ ده خطيب. طب وانا ايه؟ ما عطلكش. وباعت نفسها للي دفع اكتر. طلع كواكب عندها حق. قلب الام برضه. امي قالت لي يا ابني برج العقرب ده برج والعبان. قال لها انت برج ايه يا عمي؟ برج القاهرة. عجبتكوا قوي؟ لا ايه ده؟ ايه القمر ده؟ لا انت تعجبك عادي. ايه دي؟ مش طبيعية. الطريق زحمة قوي. الطريق زحمة قوي قوي. ايه ده؟ لجنة. رخص الرخص بس الجو كاتمة قوي النهارده صح؟ المرايات مهما صلحها برضه بتبوظ هو كله هنا؟ لا المراية هنا فعلا. طب ضميها كده شوية. شوية. خلاص يا كهرباء. بس هتبصي لي ولا بصي لي؟ بص قدامك، عايزين نروح بالسلامة. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. العربية. عيد عربية. معلش نزلني هنا. حرام عليك. نزلني هنا. ليه؟ عايزه انزل هنا. اهو. بقول لك ايه؟ قولي لي برضه اسمك ايه؟ طب بابا عنده كام سنة؟ طب مركب ضرس ولا مركب طاق؟ ايه ده؟ يا أبلة، طب الأجرة يا أبلة يلا محفظة. لسه احنا اللي معاكي دي يخلق مش شبه 40. الحمد لله صورة البطاقة ممسوحة. بسنت محمد سمير 21/2 حوت. بركاتك يا ست كواكب يا دعاك يما. ما تطلع يا عم الحبيب، عايزين نروح. يا عم والله انت كده مروح. الو. طبعا بتسألي نفسك أنا مين، وطبعا أنا مش هقولك. لو عايزة تشوفي محفظتك تاني سليمة اسمعي كلامي ونفذيه بالحرف الواحد. وإياكي تبلغي البوليس. لا مش هبلغ البوليس. بس والنبي ما تعملش حاجه في المحفظه. انا هسمع كلامك كله وهنفذه. سلام يا قطة. يالا منورة والله. بنورك. هو فين حماده؟ جاي لك يا جميل. انت بتبص لي كده ليه؟ انت هتعمل ايه؟ يا حماده هلا والله بشيخة العرب. تعال يا بسنت يلا اوعي تزروتي الدنيا بس. قله الادب دي. ازرق الدنيا ايه؟ انا بكلم المعزة. انت مسمي المعزه بسنت؟ امال اسميها مدحت؟ مسميها بسنت على اسمي. يا سلام. قولي لي بقى ايه رايك في المكان؟ هو انت عامل كل ده عشاني؟ لا خالص، انا جيت لقيت المكان كده فقلت يعني مصلحه. حلو. اكيد طبعا عامله عشانك. ايه الهبل ده؟ ايه ده؟ اتفضلي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. بس بمناسبه ايه؟ عيد ميلادك. انت عرفت منين؟ من المحفظه فيها البطاقه وفيها صورتك بتاعت اعدادي مش انا. منور. مين؟ منور يا مهند. مهند ايه الكذب ده؟ كدب ايه؟ والله بصي له هتحسي انه مهند عادي. في تاتش مهند. يا سلام. طبعا امال ايه؟ بقول لك ايه يا مهند، ما تاخد المعزه كده صرفها، خد وديها عند عمتها بس ايه عشان ما زارتهاش في اليوب. يلا روحي مع بابا. انت طيب قوي يا حماده. بس انت مش خايف من ايه؟ اكون عقرب مثلا وابيعك؟ لا حوت غلبان. ما عملتش كده يا حوت. انا شكلي تصدق انا كمان شكلي هات ايه؟ هروح الحمام بس 5 دقايق واجي على طول. تروح الحمام ايه؟ هتسيبني هنا مع مهند لوحدينا؟ صح ما ينفعش. لو سبتك مع مهند هنا في الصحراء هيقولوا عليا راجل ايه؟ عبيط. راجل عبيط. ما ينفعش اسيبك هنا. صح. والله يعجبك. ايه؟
تعالي بس اوريك حاجه. هتوريني ايه بس يا حماده؟ تعالي بس، والله في بس منظر هنا خلاب. ها، ايه رايك؟ رايي ايه؟ الدنيا ضلمه. طب غمض عينيك كده، فتحي. بحبك على فكره. يا ابني ما تفهمني، مين البني ادمه دي؟ يما دي الحته اللي في الشمال. شقتها منين؟ شقتها؟ لا ده امي بس بتحب تضحك. بذمتك يما، دي منظر واحده مشقوطه. دي بسنت يما، بسنت اللي قلت لك عايز اتجوزها. طب مش تقول كده. طب ومالك مقعدها بعيد كده ليه؟ ما تخليها تيجي تقعد جنبي. ولا انت بنت زوات تعرفي تيجي تقعدي جنبي؟ لا يا طنط، ازاي؟ ده انت زي امي. طب خشي في حضن امك يا حبيبتي، تعالي يا حبيبه قلبي يا اختي، على الحضن الحنين. يا عيني يا عيني. اسم الله، دي زيرو دي ولا مستعمله؟ هي ايه يما؟ العربيه اللي هتجيبها. العربيه يا ابن الغبيه. فابريكا بره وجوه يا يما. ايه ده يا حماده؟ مبروك. ما قلتليش يعني انك هتجيب عربيه. ما هو انا لسه عارف دلوقتي والله. قولي لي بقى يا حبيبتي. نعم. انت برج ايه؟ الحوت يما، برج الحوت يما، برج الحوت. وبعدين يلا حبيبتي، بس عشان ايه؟ ابوها بس بيضرب الجرس بدري. عن اذنك يا طنط. يلا. انا مش مطمنه، الرفرف من ورا مش مظبوط، فيه مشكله. بس انا كنت عايز عايز ايه يا حماده؟ في ايه؟ ايه اللي عايز تبعدي ليه؟ في خيالك راح فين؟ عايز اقول لك حاجه. قول طيب. انا بس عايز اقول لك ان احنا ما ناخرش موضوع الجواز ده. نجيب الحاجه، نروح للحاج، اطلب ايدك ونتجوز. بص يا حماده، انا في حاجات لازم اقعد اتكلم معاك فيها. ما هنتجوز وتقولي براحتك، احنا في البيت بقى فشار وتلفزيون وبتاع. لا، لازم اتكلم معاك قبل ما نتجوز، وانا لازم اخد وقتي في الكلام، ومش هينفع دلوقتي عشان انا اتاخرت. مش عايز اعرف اي حاجه غير اني بحبك يس. حبيبي تسلم. وانا بعزم عليكي بسجاره، انا بقول لك بحبك، تقولي لي بحبك، ردها لي. طيب بص يا حماده، احنا هنقعد وهنتكلم تاني مع بعض، ماشي؟ بس لازم امشي دلوقتي. ما سلام. انا هفهمك بس. لا سلام. استني يا حبيبي، ما شربتش القهوه. اصل الموضوع جه سريع يا مولانا، وانا قلبي متوهوش من برج الحوت ده، مش مطمنه. برج الحوت قمره مش مستقر اليومين دول يا ابو حماده، غامض ومش مفهوم. قولي لحماده يفكر 1000 مره يا ابو حماده. تاني يما؟ خزعبلات تاني يما؟ خزعبلات ولد عيب. بقول لك ايه، ما تدخلش نفسك بيني وبين امي. بقول لك ايه، انا مش مستريحه للبت دي، وحاسه انها هتديك على قفاك زي البت اللي فاتت، وكلام مولانا كل مره بيطلع صح. الله يخليك يا ام حماده. بقول لك ايه يما، هتجوز بسنت، انا هتجوزها تمام؟ هو راح تقدم لابوها النهارده، عايزه تيجي تعالي، مش عايزه تيجي دي بتاعتك يما، واهو يما. قولي لحماده يراجع نفسه 1000 مره يا ام حماده. يا عم وانت مالك؟ انت بتدخل بيني وبين امي ليه؟ شايفه تربيتك يا هانم؟ والنبي يا مولانا ما تزعلش منه، الواد بيحبك. هو انت جوز امي؟ يا روح ادي مولانا اهو. احسن، عشان اللي بيجي على مولانا ما بيكسبش. شفتي بسنت؟ عروسه زي القمر. ولا عريسها زي القمر وفستانها كان يجنن. ومستمرين معاكم مع شيخكم
المحبوب زكي جمعة، ومعانا اتصال ونقول الو. انا اسف يا مولانا، كان عندك حق انت وامك وهاجر، كنتوا عايزين توقعوني بس خلاص كل شيء فاهم. روق بس كده واحكي لي اللي حصل، وان شاء الله كل حاجة هتنحل. لا تتحل مين؟ عدى وفات يا مولانا، سلام. سلام. بس يا سيدي لقيتك بقى فجأة واقع فاقد النور. حماده انت عارف ايه؟ احنا هناك مش بنتكلم، امال بنتواصل مع بعض عن طريق التخاطب، عن طريق اللمس، او بيسموه عندكم الحك. يا راجل، امال انت بتتكلم ازاي دلوقتي؟ ما هو ده اللي حصل، قدرت ان انا اتواصل مع حد، مسكت ايديه، نقلت اللغه منه، وهو ده اللي حصل مع الاستاذه سميره عز العرب. لا والله، وهصدقك انا بقى. مش مصدقني؟ لا. طب هات ايدك على بس يالا، عندك الزنزانه مليانه حتتين، وامسك ايد اي واحد. امسك ايد اي واحد اهو. ايه ده؟ حطيها في عمي. انت متهم ياد بتسيير الدعاره. فوق القلبتين عشان لما جيت فوق القلبتين ما فقنوش القلبتين من لازم احلل. انت بتستهبل يا ابن استنى بس يا عبد الصبور، ما تتسرعش في الحكم عليه. اسكت انت مش فاهم حاجه، دول عيال صيع وانا عارف. غلطان يا عبد الصبور. طب اسال التاني. اهلا بسعاده الباشا، سيادتك طالع الاتوبيس تتحرش بعجوزها وتحاول تسرقها. يا باشا انا لقيت الاتوبيس غلط، لقيت مساعد يقول لي انت حق الاسقاط، قلت له ما معيش حق الاسقاط. لا ست عجوز قالت لي لا هقطع لك الاسقاط، قلت لها لا يا ستي ما تدفعنيش حق الاسقاط، قالت لي لا هقطع لك حق الاسقاط، قلت لها يا ستي ما تدفعنيش حق الاسقاط. يا ابني انا مالي بكاس العالم ومين دخل ومين خرج، واحسن توالد. شفت يا عبد الصبور، دول مخابرات. مخابرات دول كان لازم تاخد بالك من اخطاء زمايلك. طلعت زكريا مش زميلك، مش قبض على عادل امام طلع في الاخر وزير، واحمد زكي بات ليله في الحجز. كان وزير برضه. اتاكد واسال التالت. عندك حق. اهلا اهلا سعاده الباشا، سيادتك متهم باداره مكان لاعمال منافيه للاداب. بيبي شفت يا عبد الصبور؟ عندك حق. حضرتك بتكلمنا يا باشا؟ اخلص انت، انا بكلمه هو. بس يخرب بيتك ما تزعقش، يكون ضابط مخابرات او سفير. صحيح. طب والحل ايه دلوقتي؟ قوم دماغه بسرعه. مش كفايه دول اتحجزوا زي احمد زكي، انت لازم تعوضهم عشان يسامحوك بدل ما يقطعوا عيش. ايوه صح، اعوضهم بس ازاي؟ ازاي؟ ست المامون واللي ما حد من المجنون. ست تفاح واللي ما حد طلع تفاح. ما شاء الله يا ما شاء الله، بتطبي انت هتطبي فوق دماغي. انت اللي بتغني. طب قول سكسي ده. استنى بس يا عبد الصبور، انت غلطان 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 يا عبد الصبور. انت عايز مني ايه؟ كل شويه اطلب الدنيا وانا بخاف في الطلبه. يا لهوي، ده حوار التنكر ده طلع جامد لانه انا بعد كده ادخل على الكمين بقلب كده واسع واقول لهم فوق بعد كده ايه يسيبنا على طول. كنت اقول لك حاجه ما كنا عايزين نقول في حاجه. انا كنت الاتوبيس غلط، ومشاي قال لي اقطع اسفاره، انا ما اعرفش يعني ايه اقطع اسفاره. لا خلاص الظابط ماشي، كلمه عادي. انت لك حق، كنت خليني غلط في التنكر.
هي الست العجوز قالت لي اقصى حق الاسقاط، قلت لها لا ما تدفعنيش حق الاسقاط، قالت لي اقصى حق الاسقاط، قلت لها ما تدفعنيش حق الاسقاط. الظابط والمصحف مشي، الظابط مشي. كان لازم تدفع الاسقاط، وبعدين انا عشان اعرف اصور الجنه يعني اكون حاج يعرف كان الجنه. ايه؟ يقول لك اي لازم يمسك ايد حد عشان يتكلم تاني. ومعانا احد المواطنين السفهاء. اهلا وسهلا بحضرتك في برنامج لا تحرش. لو سمحت حضرتك سلم معانا السفير التنزاني، سفير دوله تنزانيا. نتنا ايده نتنا على ضاعة الله لرفاعي والبنين الإعدادية. معلش يا فندم، اصل هي كده طقوس دوله ساحل عاج كده، بيسلموا الاول وبعدين يتكلموا تاني يوم. خلصت حماده، انا خلصت. انت بتتكلم؟ عايش صوتك. نحب نشكر حضرتك ان شاء الله، واستنى الحلقه ديت ان شاء الله يوم الثلاث اللي فات الساعه 8 العصر. انا احب ان انا شكرا. حضرتك تحب تضيف حاجه تاني؟ انا احب اشكر بياع السلمون واقول له ان عقلك قاعد قوي ولذيذ. شكرا. هتقول لي انا فضائي، هخلي وشك شوارع وشوارع زحمه كمان. ما تقول حاجه يا شبح. هو انت فضائي زيي؟ زيك؟ بس انا فضائي ونزلت على كوكب الارض عشان اكتشف ان في خازوق جديد. ما انا حاسه فقررنا ان احنا ننزل على كوكب الارض عشان نكتشفه وناخده معانا. هتاخده مستعجل ليه؟ هتاخده. هو انت لازم تاخده زينا؟ ايوه، احنا نازلين عشان ناخد الخازوق ومحدش هياخده غيرنا. اسكت، انا اتبهدلت اخر بهدله وفلوسي كلها راحت في الريان وما تقوليش غير الضروقه دي. يا عيني معلش، هي الغربة وحشة. اللي قول لي صحيح، هو انت ايه رأيك في كوكب الأرض؟ أنا ما حبيتوش كتير، بس المشتري والزهرة أحسن بكتير منهم. طبعا. ما قلتليش صحيح، انت منين من الفضاء؟ من بنها؟ لا. امال منين؟ أنا من طنطا. بلدياتي. أنا فضائي. حمادة، أنا فضائي. أنا فضائي. على كده أنت أخو منه فضائي. اديني وانا ضيع. انتغر شويه ما الدنيا فضاء جنبك. بقول لك يا اسطى على جنب. نازل فين؟ دار الفضاء العالي. جبت لنفسك الكلام. انا فضاء، انا فرحان بالكلمه. يا البانه يا ابني. حزق نفسك انت. على فكرة بقى، أنا فضائي بجد من بنها. طب هات إيدك وأنا أثبت لك إن دي حقيقة. لا يا عم، ولا ايدي، ولا اتكل على الله. لو سمحت ممكن دقيقة من وقتكم؟ أنا مش شحات والله، أنا موظف حكومي محترم، عندي ولد وبنت متفوقين جدا في الدراسة، دول دايما من الأوائل. تحبوا تشوفوا صورهم عشان تصدقوني؟ حفظتي راحت بكل اللي فيها، كل حاجة. الدنيا جت عليا وما رحمتنيش، حتى مفيش حد عايز يساعدني مع إن كلنا معرضين فكوا زنقتي، إلهي ربنا يفك زنقتكم، قادر يا كريم يا رب، وتوصلوا بالسلامة. تحبوا. أنا مش محتاج غير 15 جنيه عشان أكمل تمن تذكرة الطيارة اللي هتوديني لشرم الشيخ. شرم الشيخ؟ أنا مش رايح أصيف والله، أنا رايح أشحت هناك. بيقولوا السياح بيدوا بالدولار. الله، الدولار بكام صحيح دلوقتي؟ قبل السؤال ولا بعد؟ الله يا عم، اتكل على الله يا عم، اتكل على الله يا عم، مفيش فلوس، يلا اتكل على الله. لا مش شحات، لا مش شحات. هات 20 جنيه. ليه؟ هات 20 جنيه بقول لك. قعدوا لي بقى 20 جنيه ورا. خد يا عم امسك. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك يا رب، ويطعمك ما يحرمك ابدا، ويوصلك لمرادك ويكرمك زي ما وقفت جنبي في زنقتي.
نصب عليك يا اخويا؟ اهو نصب عليك اهو، ده لا شحات ولا زفت. قعدت تقول انا فضل انا فضل، اديك مسكت ايده اهو. الراجل ده بيجي كل يوم بقاله 3 شهور بيقول نفس الكلام. ايه فلوسه بتقع جنب الميكروباص وبيرجع ياخدها تاني؟ على فكرة أنا عارف إن هو كذاب، لا والله، وإن فلوسه ما ضاعتش منه، وإنه مش هيروح شرم الشيخ. هو محتاج 15 جنيه تمن العلاج بتاع بنته. بنته دي مرمية في مستشفى قريبة من هنا. امال ليه يا اخويا اديت له 20 جنيه طالما هو عايز 15؟ عشان هو محتاج 5 جنيه يديها للممرضة علشان تاخد بالها من بنته. أنا قلت اللي عندي، أنت عايز تصدقني صدقني، مش عايز تصدقني ما تصدقنيش، وقلت لك قبل كده إن كوكبنا ما يعرفش الكذب. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. زينا برضه. اهي بتتني زينا. دي برضه كمان بتتني. بق، أسنان زينا. فتحتين مناخير، عينين، الودن والشمع برضه. بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ انت ليه ودنك مش طويلة ومناخيرك طويلة ومبزبزة؟ مبزبزة ايه يا حماده؟ ما انا زيك اهو. وبعدين اصلا احنا اللي كنا فاكرينكم كده. ايه ده بجد؟ اه. طب وانت بقى عندك مميزات تانية غير ان انت بقى بتقرا افكار الناس وكده؟ مميزات ايه يا حماده اكتر من اللي عندكم؟ انا اصلا مبهور بكوكب الارض ده. اصلا فكره الاختلاف دي فكره عظيمه، لكن احنا عندنا في بنها كل حاجه شبه بعض، نفس البيوت، نفس الالوان، نفس الاكل، نفس الشرب، حاجه ملل. يا عيني الاختلاف ده يا بيل جايبنا ورا، ناس راقبيها فوق في السما وناس بيتداس عليها بالجزم. مشكلة يا استاذ فضائي ان وانا هفضل اقول لك يا فضائي كده كتير، لازم يبقى لك اسم. ايه رايك في تامر؟ لا. شاكر؟ لا. وائل؟ برضه لا. ما تنجز يا افاتار انت. تصدق حلو افاتار؟ ايدك اوعى ما تمسكنيش خالص، اوعى ولا. عجبك افاتار؟ اه. انت هيبقى اسمك افاتار. افاتار السيد رجب، خلاص؟ حلو. ومن الجلده والدواسه هدور معاك على السلسله. ايه المكنه الجامده دي؟ حماده 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 ايه ايه يا حاج ايه؟ بتعمل ايه؟ قاعد على جوجل. حماده انت مش قاعد على جوجل، انت قاعد على كرسي. يا ابن اللذينه، ايه الحلاوه دي؟ لا بص يا فايمة، ده موقع اسمه جوجل، ده عليه اي حاجه، يجيب لك اي حاجه في اي حته في الدنيا، لو عايز الا لو هيجيب لك ده. بجد؟ خلاص حماده ايه؟ هو الانسان عندكم بيبقى متصير ولا متخير؟ بص هو دايما متصير، بس احيانا كده ايه بيبقى يجيله وقت يعني بتخير. دايما متصير مش بفهم منه حاجه. نجيب اي حاجه. فين السلسله؟ حماده عايز ايه يا عم يخرب بيتك؟ لقيته. هو مين؟ اللي خد السلسله. ده مين ده؟ مش عارف. بس يبقى ما خدنا ما لقيناش حاجه. بس يعني ايه ما لقيناش حاجه؟ ما لقيناش حاجه. حماده انا كوكبي وحشني. خلاص بقى ما تعيطش. خلاص هات بس بكره بقى الصبح هنقوم وهنجيب لك كل اللي انت عايزه. ما تعيطش. حماده وانت بتساعدني ليه؟ اعمل الخير من البحر ماشي حالك. طب يلا بقى ندور دلوقتي يلا. لا ندور ايه؟ بص النهار لي عينين، يلا نام. بقى بكره الصبح ايه كلنا كده هندور على الشرير ابو السلسله اللي خدها من
مش ممكن لقيتها. حماده يا حماده يا ابن ايه؟ لقيتها يا حماده. يا حماده يا حبيبي لقيت عينين النهار. لقيتها؟ جدع بجد انتوا عباقرة، انتوا ناس مذهلة. انتوا مين يا؟ انتوا الأرضيين. بجد؟ دي صح، فكرتني كنت ناسي. بتعمل ايه عندك يا دكتور؟ بدور على ودن الحيطة. عندك؟ أصل ماما كواكب وهي بتتكلم في التليفون كانت بتقول إن الحيطان ليها ودان. هو صحيح الكلام ده يا حمادة؟ ولا ماما بتكذب زي بقية الأرضيين؟ بتكذب اكيد ماما، مش ماما بس بتكذب، لان الكذب ملوش رجلين يا حبيبي. ايه ده؟ الكذب عندكم كان ليه رجلين وديتوهم فين؟ بص، اديناها الودن الحيطان عشان نفقع بيها عين النهار. ماشي. بص، انت هتقوم تلبس عشان هوديك للي هيجيب لك السلسله. ايه ده بجد؟ مين؟ اطلع برا يا حيوان. الله، ده فان ديزل. الله اكبر الله اكبر، مش قلت لك ده اللي هيجيب قرار ثانيه؟ لا دي مسألة سهلة جدا. ايه ماله ده؟ ماله ايه؟ هو مش حضرتك عالم ومطلع ومفروض ان انت تعرف كل حاجة في الدنيا؟ ده يا باشا حرامي. سرق منكوا ايه بالظبط؟ سكسكة، سمسمة، سلسلة. الله اكبر، قلت لك برنس. لا مؤاخذة، أصل قراية الطالع دي مسألة شاقة جدا، وأنا مش لابس نظارة القراية. على فكرة بقى، أنا حاسس إن زكي جمعة ده كذاب زي كل الناس الكذابين اللي أنت قلت لي إن هم بيكذبوا على بعض. زكي جمعة ده أنت فاهم حاجة؟ تجري إيه؟ أنا صدقني لو مسكت إيد أي حد هعرف معلومات أكتر من الراجل ده قالها بكتير. يا عم لو سمحت يا اخويا، هو العالم الكبير زكي جمعة موجود ولا هتقولي ماشي زي كل مرة؟ بصي، لا، العالم الجليل بذات ذاته خارج يستقبل حضرتك يا فندم. يلا يا مولانا، امسك ايديها يا مولانا وقرا لها الطالع. يلا زكاة على ايدي ماشي. أنا مش مولانا. يلا يا مولانا. أنا مش مولانا. يلا اثبت لي، يلا. أنت اسمك؟ سعدية علي إبراهيم. الله أكبر، إيه الحلاوة دي؟ حلاوة إيه؟ هي اللي قالت مش أنا. أنت جبار، كمل. مشكلتك إنك مشكلتي يا اخويا انا بصحى كل يوم الصبح الاقي وشي كله مخطط. أنت جوزك شغال نجار صح؟ وعرفت ازاي؟ بيخليه هو بيبوسك بالليل يبقى يشيل القلم من على ودانه. ايه الحلاوه دي يا مولانا؟ مولانا الشيخ افاتار اهو يا جماعه اللي حل عقده البنايه الغلبانه. مولانا الشيخ افاتار، بوسوا راسه وبوسوا ايده، حل عقده البنت. جوزها كان بيبوسها يا هانم. ده مش سبوع عمرك ده يا هانم، ده الشيخ افاتار اللي هيحل بكل مشاكلكم باذن الله. انا مش الشيخ افاتار، انت الشيخ افاتار. بركاتك يا شيخ افاتار. شبح. ايوه جوز امي. ما تقوليش يا جوز امي، ومن هنا ورايح تبطل كلمة جوز امي دي. لا يا باشا، صحيت اهو والله صحيت، هاخد بس دش والبس وانزل على طول، يعني مسافة السكة يا باشا. يلا يا باشا مش هتأخر يا باشا. ماشي يا زفت. طول النهار والليل قلة قيمة وتهزيق. ماشي يا زكا جمعة، ليك يوم هذلك زي ما ذليت امي وخدت فلوسها وضحكت عليها وخليتها تسيب الرقص اللي هي بتحبه.
ماشي يا زكا جمعة. مكان فاضي وبينش، بقى ساعة برد، كانت الناس مدفيانة وفلوسها مدفيانة. ايه اعمل له سايبر؟ بقول لك ايه يا بص، ما تعرفش الاكونت بتاع الراجل ده؟ عشان صورته فيديو ونفسي اعمل له تاج. انهي راجل ده يا سمير؟ طب ثواني جاي لك بقى. بص هو ده. بص انت جوزك شغال نجار صح؟ صح. عرفت ازاي؟ خليه وهو بيبوسك يبقى يشيل القلم من على ودانه. انت اللي مصور الصورة دي يا سمير؟ تلميذك يا باشا. الله يخرب بيتك، ده شافها 22 مليون مشاهد في 3 ايام وبس. تعرف يا سمير، انا استحالة هقرا لك الطالع خالص. ليه؟ لان الطالع بتاعك اسود ومهبب ب60 نيلة. يا باشا طب وانا كنت هعرف منين طيب ان هو هيتشاف العدد ده كله؟ انا اخر فيديو نزلته كان بتاع السلحفة التي تأكل خس وحصل على 3 مشاهدات وانا اللي عاملهم. خلاص اتنيل اسكت، انا اللي هتصرف. ما انا مش فاهم انت جايبنا هنا ليه؟ والبتاعه دي طالع منها ريحه شياط. بقول لك ايه، انا جاي عشان استقدرك المصلحه بتاعتك، لان المكان ده كله حراميه، فالمصلحه مش هتبقى غير هنا. ايه المصلحه بتاعتي دي؟ لا ما انت مش هينفع هنا تقول على السلسله سلسله عادي، لازم تقول مصلحه. مصلحه كده تعمل كده وتتنامس مصلحه. يعني لازم اقفل عيني وافتح بقي كده مصلحه. انا هقوم ادخل الحمام عشان الاسهال هيفرتكني. حماده ايه؟ ما تبصش للي في ايد غيرك. وده وقته. انت حر. انا قلت لك مصلحه مصلحه مصلحه. الظاهر ان دي كده علامه مميزه في اهل كوكب الارض. مصلحه مصلحه. مساء الخير. مساء الخير. هو الاخ بيعمل ايه هنا؟ جاي ليه؟ عشان المصلحه. مصلحه مصلحه. طب خد ابلع دي. بس انا مش عيان. لا ما هي بتشفي برضه وبتعالج، بس حاجه تانية. انت حاسس بايه؟ انا حاسس ان انا حلو. اوبا ماما حلو. انت تعرف ماما؟ طبعا. بقول لك ايه، انا في حد في الحمام اداني حاجه بس عينها. اضرب. بلاش. اضرب يا عم انا مش عايز. اضرب. انت حر. بتضربني وبتضحك كمان. اعمل ايه؟ ولا مالك يالا؟ لا دي حلاوه خالص. ده انت تضرب تاني بقى. عينيا. لا مش ده اللي ينضرب. عينيا. مالك فيك ايه؟ انت مالك؟ اصل انا شايفكوا واحد. شفت واحد؟ مالك فيك ايه؟ وانت صوتك جاي من بعيد وعمال بتتكلم. لا انت هتخرس تاني ولا ايه؟ ما صدقت اتكلمت يا بطاق. ولا مالك فيك ايه؟ الحق اللي سرق مني السلسله اهو. مين فيه؟ يا عم اهو الراجل اللي هناك ده اهو. اهو الراجل اللي شعره تحت. انهي واحد؟ ده؟ يخرب بيتك بتضحك عليا. يخرب بيتك. يلا بقى عاش يا حماده. ادي جامد عشان جامد ما خدش. كفايه ضربه يا جدعان ابوس ايديكم. كفايه ضربه يا جدعان ابوس ايديكم. ما تقلقش يا حماده هنضربهم تاني. نضربهم واحنا ضربناهم. ما احنا ضربناهم من شويه وانا كنت فرحان بيك قوي وانت بتضربهم. وانت مشغل ام بي سي اكشن يا ابن الرايق. انتوا هتفضلوا ترغوا طول النهار؟ نزلوه. ليه ما كان كده حلو؟ كده حلو. انت في المولد. يعني انتوا مش هتعترفوا انكم بوليس؟ والله يا باشا احنا مش بوليس، ما تقول له افاتار. بص انا كل اللي اعرفه ان انتوا عالم وسخه. وسخه؟ وانه مفيش فيكوا راجل. راجل؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ حماده. حماده انت قلت له كده يا حماده؟ ما حصلش والله. ما حصلش والله. لا حصل وقال لي كمان ان انت راجل اقرع. اقرع؟ انا هعرفك الاقرع ده بيعمل ايه. وريني. لا والنبي لا. كهرباء لا. وريني.
بموت. والله العظيم يا باشا احنا مش مباحث بجد. انا فهمت كل حاجه دلوقتي. بدال انا موتت فرج وانتوا ما اعترفتوش، وكهربت وائل صاحبي وانتوا ما اعترفتوش، يبقى انتوا اكيد مش بوليس. هو انت بتقتلهم عشان تتاكد؟ طبعا. هو الذكاء عندكم ليه علاقه بالشعب؟ طبعا. لا مؤاخذة يا جماعة. مساء الخير. انا كنت متاكد ان انت هتنقذنا. الحق يا معلم، الحكومة مغربلة الدنيا بره. يوه البوليس الحقيقي جه يا اغبياء، يلا يلا. هو ده اللي خد السلسله. ولا فين السلسله اللي قلبتوها من الراجل ده؟ انا كلمتي عقد يا ريس، انا ليا علاقه بسرقه ولا بغيره، ولا شفت الراجل ده من اساسه. طيب بعد اذن حضرتك ممكن تقول لي السلسله راحت فين؟ حضرتك؟ أنا عمري ما حد قال لحضرتك دي. ليه كده يا مصر؟ ليه كده يا مصر؟ تخلي حد من ولادك يعاملني كإنسان؟ ده أنا بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر. طيب ما انت انسان. بحب أبوك. ايوه هما بيقولوا عليك كده. عشان كده أنا بحبك. أنا طيرت السلسلة للواد حنكش ب1000 بلبل. الواد حنكش ده عايز يتجوز البت سماح بنت صفية بتاعت الجرجير. قفش مني السلسلة وطار عشان يخطبها. سماح دي شغالة فراشة في مدرسة ابن خلدون الصبح. أنا كده مات الكلام معايا يابا وعداني العيب وأزح. السلام عليكم. في رعاية الله. طيب وسع سعد الوزير واصل. وسع سعد الوزير واصل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل سعادتك اتفضل سعادتك. مدرستنا بتحييك، فرصة سعيدة الله يخليك. صباح الفل. انا متشكر قوي فندم. لا 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 ازاي؟ مبطل من امبارح والله. ترجع لها؟ اتفضل. يدوم العز. اهلا وسهلا. اتفضل سعادتك. اهلا وسهلا. وحضرتك مساعد الوزير في شؤون ايه؟ الطلاب؟ لا. التعليم؟ لا. امال شؤون ايه؟ الحمامات والفراشين. الحمامات. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. صباح الفل. لا والله مبطل من 5 دقايق. ما شاء الله. ده ايه الاراده دي؟ اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل اتفضل. مش عايزك تقلق يا فطار، العيال الصغيرة دول ملايكة. اديني رمضان. رمضان مين؟ رمضان ابونا على مين؟ ضارب وخمسة بريك. اطلع فرخات ونبات ومحدش فاهم حاجة. يبقوا 6. هو ايه اللي 6؟ ال4 فرخات والدجاجه واللي مش فاهم حاجه يبقوا 6. 6 قرعة. عاملين قلق ليه يا كلاب يا حمير يا متخلفين يا حتالة البلد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا. شكرا. أنا لازم أشتكيكوا للوزارة. انتوا الحمامات عندكم مش نظيفة. حضرتك ما تعرفش إن النظافة من الإيمان والوساخة من الشيطان؟ عارفين سعادتك ان النظافه من الايمان، لكن الوساخه من الشيطان دي ما خدناش في المدرسه قبل كده. إحنا لازم نستدعي سماح الفراشة لنعاقبه على ما بدر منها. سيبوا ايدهم ياض. مش سايب ياض. منور يا حماده بيه. اقسم بالله شغله الصين. يشق نصين قال ولد دمه خفيف، ده ما يعرفش يشق بطيخه. وأنا خايف لا يشقوا بجد. لا يشقوا ازاي؟ دول بيذاكروا. بيذاكروا؟ ايوه اشقك نصين، استعاره مكنيه. مين اللي متنية؟ مكنيه. حذف المشبه به واتى بالمشبه به. اقسم بالله يسلكك للناظر. يا ريت فاكرني اخاف من الناظر بتاعك ده. كلم. بيحبوا يهزروا دايما. احنا بنعلم الولاد الشجاعة والإقدام وروح المغامرة. بنخلي الولد من دولم لما يكبر ما يخافش من أي حد، حتى لو مني أنا. قلبه لازم يبقى جامد وجريء. لا ما تموتش دلوقتي. أنا عايزك حي. اعمل حاجة واحدة بس صح قبل ما تموت. أنا عايز سماح.
ايه ده؟ ايه ده؟ ومهبب؟ انت بترد عليا يالا؟ لا انا الخلقه العجله دي ما شفتهاش قبل كده. تاخد عندي درس؟ انا لا انا اقف معوج واتكلم عدل يالا. اتكلم كده اهو. عيال استك عليه. انتي سماح. ايوه انا سامع. ازيك يا سماح؟ انا كويسه. فين السلسلة يا سماح؟ وإياكي تكذبي، إياكي اوعي. سيادة معالي الوزير الأكبر موصيني إني أتابع الموضوع عن كثب. اللي هو انا ما قلتلكش؟ لا. طب انا هقول لك، اصل انا بقى لما اتزنقت. يا كفاية أعرف أبوس إيدك. لا مش دي، انا لما اتزنقت في فلوس قمت عملت ايه؟ رحت لعم ابراهيم الساعاتي عشان خاطر يتصرف لي فيها. اقول لك انا معايا العنوان بتاعه ثانيه واحده كده. يا رب يا ساتر مستور. بس كنت عايزه اقول لك على حاجه، اللي هو الوزير كان عايز دي اخر فرصه ليك يا زكي. الناس ابتدت تزهق منك وتقفل عليك. مفهوم يا حازم بيه، بس في النهاية ده عيل تافه يعني. لازم نسيطر على الناس يا زكي. ما تقلقش يا باشا، اديني فرصة. طبعا انت عارف لما حازم المنياوي يرفع ايده عن حد هيروح فين؟ مفهوم، اطمن معاليك، كل حاجة هترجع زي الأول وأحسن. ماشي يا بابا، سلام يا زيكو. يلا يا جماعة، يلا عايزين نبتدي البرنامج. تعال مريض النهارده، التحول في امتحان فرحة اخت عماد ابراهيم السعادي. انت متأكد ان احنا هنلاقي السلسلة هنا؟ ما تبصليش، هم قالوا لي ان ابراهيم الساعاتي هنا. طب ما هو جاب متأكد. ايوه. بقول لك ايه يا اخينا، هو ابراهيم الساعاتي فين الله يرضى عليك؟ هو اللي واقف هناك ده. تشكر يا ذوق حبيبي. بقول لك ايه يا ابراهيم، عايزينك بس ايه كده في كلمتين. اتفضل معانا من غير شوشره. ايه اللي جابك يابا لحد يعرف ان انت هنا عشان الطرو يلهفك طلقه يبوظ مونديال البنت؟ يا عماد اللي في الزفت ده عم، مفيش حد يعرف السر ده غيرك انت. انا جاي افرح ببنتي اختك، يلا عايز افرح بيها. ها؟ طب انت عايز تروح عند اختي يعني؟ روح ويمكن ربنا يخلص لنا الامور دلوقتي. ما لقيتش في حلاوتك واحد في الدنيا وعنيا، يا اصلي يا نمرة واحد. عملت ايه عملت ايه فيا؟ الله رجاله منين؟ احنا من البلد دي، احنا من البلد دي. احسن ناس حبيبي. انا من بلد احسن ناس برضه. الراجل ده كان عايز يشيل وشه. واقول انا قلبي ده وراك من مشيتك. دي بقى اللي هتصفرك فوق، هتديك السحاب، وصلك الفضاء. حماده، ايه؟ انا لقيت توصيله من غير السلسله للفضاء. بجد؟ طب اطلع انت وانا هركب كريم وايد. اللي اسمه الكريم ايه؟ كريم. مؤاخذه يا كوكو. انا سلم، وحشتني يا امك. امك جريء، معلش. كنت فين يا بايظ يا عرة الكوكب يا مسخة المجرة؟ كنت فين وسايبني عمال اجيب طلبات البيت لوحدي؟ سامحيني يا امك، رحت الارض. انا قلت ان الشله البايظه اللي انت ملموم عليها دي برضه هتجيبك الارض، وقد كان. بواد ابعتك تشتري لي شويه حاجات من المشترى، تروح نازل الارض. معلش يا اما والله، اصل انا نزلت زحل واتزحلت هناك. هو زحيل زحل الصراحه، بس هجاب مصلحه.
انا كنت عايزاك تستقضالي شويه رفايع كده من الارض من محل اسمه فيكتوريا سيكريت. ايه ده؟ هي فيكتوريا كمان سيكريت؟ انا كنت فاكره ان احنا بس اللي سكرانين. دلع وده باختصار درجة أولى في الجمال، أنا قلبي نار. ما تقوليش ايه؟ زعبلات. عماد اهلا اهلا عم الشيخ. هو احنا مقبوض علينا ليه يا باشا؟ الحوار ده ما يخصناش على فكره. انا شامم انك بتعترض. لا يا باشا لا بعترض ولا حاجه. لا شكلك معترض. بس يا باشا خايف ان الاجراءات يكون فيها غلطه كده، حاجه كده، سقطه كده سقطه كده. بالظبط. انا شايف ان انت يا روح امك بتهددني. بلاش سيره الام يا باشا. ماشي، ما نجيبش سيره الحاجه، نفتح محضر ونفتح مطعم بقى ونديك المنيو ونشوف هتاكل ايه. اسمك ايه يالا؟ انا ماليش اسم. ماليش اسم. مالكش اسم؟ وافاتار ده ايه؟ لعبه؟ افاتار ده الاسم اللي سماهولي حماده. الاسم اللي سماهولك حماده؟ احنا عندنا مش بنتعامل بالاسماء زيكم. انت من انهي بلد يالا؟ من بنها. بنها البلد؟ لا الكوكب. هل هو فضائي؟ انتظرونا في الحلقة القادمة. زكي جمعة يصرح الشغلانة لمت قوي. الله يبارك فيك يا سعادة الباشا، الله يخليك. المهم سعادتك التفريغ بتاع الكاميرا لو ظهرت النهارده العيال دي هتطلع. ايوه، انما لو اختفت العيال دي هتلبس قضيه انسى. ايوه، قتل مع سبق الاصرار والترصد. يلا بالراحة بالراحة. ايه في ايه؟ اهدى مالك بس، في ايه؟ خايف من ايه؟ انتوا بتنفخوني ليه؟ لا والله ما حد هينفخك، ما حدش اصلا يقدر ينفخك، احنا هنكهربك بس. ما اختلفناش، تكهربوني ليه؟ عشان تخف. انا مش عيان. ما انتوا كلكم بتقولوا كده. كلنا؟ انت حد جالك قبل كده من بنها؟ انت يا بت، انت عماله تتسهري مع المجنون ده كده ليه؟
يا ستي صعبان عليا. ما يصعبش عليكي غالي يا اختي، يلا هاتيه على اوضه الكهرباء. ازاي يعني ده لسه جاي؟ ما اعرفش. الو. ايوه يا جوز امي. خلاص والله مش هقول لك تاني يا جوز امي. ايه يا زكي باشا، انا خدامك يا باشا. هو مش حضرتك خدت الداتا اللي على الكاميرا ومسحتها بنفسك؟ ماشي يا زفت. يعني انت متأكد ان تفريغات الكاميرا مش معاك؟ لا انا بسأل بس، ومن هنا ورايح تبطل كلمة جوز امي دي. أنا آسف يا ياسمين. اسف؟ اسف على ايه؟ علشان قلت إنك زي الأرضيين. طيب ما انا من الارض. لا أنت مش زيهم، أنت طيب. أنت فكرتيني حتى بواحد صاحبي شبهك بالظبط. كنت أنا وهو راكبين الميكروباص في مرة. انت لسه هتحكي لي على صاحبك؟ انا صدق ان انت مش مجنون لكن ان انت فضائي؟ طب والله أنا فضائي. والله؟ هو الفضائيين برضو بيعرفوا ربنا ويقولوا والله؟ أيوة طبعا، هو مش خلقنا زي ما خلقكم. طيب وبتصلوا ازاي بقى وانتوا مش بتتكلموا زي ما قلتلي؟ ربنا مش محتاج لسان عشان نكلمه بيه. أمال هو خلق لنا القلب ليه؟ هو مش الخرصة عندكم برضو بيصلوا وبيكلموا ربنا؟ على فكرة عادي أصلا اللي انت مش بتقوله. تعرفي تردي. ادخل. تمام يا سعاده الباشا، المتهم اهو. يا باشا اقسم بالله ما هغير كلمه، كل اللي عندي قلته. فك الحديد من ايده يا عسكري. حاضر يا سعاده الباشا. لا الحمد لله يا حماده، الحقيقه ظهرت. وما تشكرنيش انا، اشكر ابو سمره السكره، هو اللي جاب لنا الفيديوهات وقال لنا على الحقيقه. بعد الكشف عن الادله الجديده يفرج عنه بضمان محل اقامته، وجاري البحث عن الجناه الحقيقيين. يعني ايه هتسافر الجمعه الجايه؟ الله، وكمان هجره غير شرعيه؟ يا حماده انا قلبي مش مستريح للحكايه دي. وبعدين اللي سافروا يعني عملوا ايه؟ عملوا ياما وعملوا كتير. سيبيني اجرب حظي. ادعي لي بس انت يا ست الكل. لا تغرق المركب بيك يا بعيد، انت واللي هيصفرك وافاتار الكلب اللي وداك في داهيه. افاتار. طب اجيب له السلسله منين دلوقتي؟ السلسله في عب الحكومه ياما. سلسله ايه اللي بتجروا منها؟ لقيتها. محمد فؤاد وصل يا جدعان. النجم محمد فؤاد وصل يا جدعان. فوش في المعسكر وصل يا جدعان. انزل يا نجم انزل. حبيبي يا حبيبي يا حبيب انت فين؟ صورة ولا معاك يا نجم؟ ايوه طبعا صورة في المنصورة. تعالي يا ماما يلا بينا نتصور. يا فوش انا معاك. خدني الحنين بعد السنين جابني هنا. الله. هنا للمكان اللي اتقفش فيه حرزنا. الله حبيبي. اهلا 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 نجم مصر، نجم مسرح مصر. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، ازي حضرتك؟ اتفضل يا فندم اتفضل. يا اهلا وسهلا. هو حضرتك بتعمل كده ليه؟ لا ده انا حاطط زبده كاكاو بس مش اكتر. وتقريبا ضايق طعمها في بقك وعجباك. ايوه طبعا. بطعم الفراوله. ايوه بحطها كتير. انت شواد. دلوقتي مراتي اتسرقت منها سلسله وكانت عزيزه عليها قوي قوي. ونرجو ان حضرتك تجيبها لنا. لا ما تقلقش يا فندم، انا هجيب لحضرتك الاحراز وحضرتك تنقي اللي اتسرق منك. ولا مين عيب؟ مين منها؟ ده العسكري اللي بره. هات لي الاحراز وتعالى. بس انا نفسي اطلب طلب ومكسوف. لا 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 لا، انا عايز اتصور صوره سيلفي مع حضرتك. طبعا طبعا يلا بينا. يا ريت. طبعا عشان الاولاد مش هيصدقوا. لا طبعا. فلازم اتصور معاك. نصورها زلفي ولا ايه؟ زلفي. يلا. Oče te rengere bale re bale.
وانت برضو عليكش كارو، كنت عايزني في ايه؟ عايز العب معاكي لعبه. لعبة ايه؟ ايه ده الله! عجبك؟ بس الورد بتاعه مش صابح. بس حلو. ركزي معايا هنعمل ايه؟ عايز العب معاكي لعبه تانية. لعبة ايه؟ غمضي عينك. ايه ده، انت اتعلمت الالعاب بتاعتنا تلعبها معايا؟ ايوه غمضي عينك. ماشي اهو، بس ما تعملش حاجة مفاجأة. مش هفاجئك. ايه؟ ايوه هاتي ايدك. هنا اهي. بصي عايزك تفكري في اكتر حد حبيتيه في حياتك. بحبك على فكرة. ايه؟ ايه في ايه؟ افاتار. ايه ده؟ انا عارف انك متضايق نفسك ترجع كوكبك، عشان كده عامل لك مفاجأة ب 850,000 جنيه. ثانية، فتح عينك فتح عينك فتح عينك. ايه دي؟ ايه ده؟ انت مش شايف ولا ايه؟ سلسلتك ياض اللي هترجعك. مالك ياض؟ انا اكتشفت اكتشاف مهم قوي في الكوكب بتاعك. واكتشفت بقى ايه؟ كشري ابو دقه ولا بتنجان المخلل؟ اكتشفت انكم زباله. احنا مين؟ الارضيين. مالك ياض في ايه؟ الكذب والخيانه بتتنفسوهم زي الهوا، وليل نهار بتكذبوا. ده انا حتى لما باجي افتح التلفزيون الاقي حد بيكذب التاني، وبعديه على طول اللي كان بيتكذب ده يطلع يكذب الاولاني اللي كان بيكذبه، يطلع حد تالت يكذبهم هما الاتنين. ايه ده؟ انت مالك ربتها زينا كده ليه؟ في ايه ياض؟ العجيب بقى ان انتوا تقدروا تلعبوا بمشاعر حد طول الوقت. في ايه على مالك؟ حد كهربك؟ الكهرباء اهون بكتير من عميله. انت مالك نازل فينا سلخ كده ليه؟ فكرك مستنيين الفضاء اللي جاي من السما عشان يقول لنا ان احنا وحشين؟ لا يا اخويا، عارفين ان احنا وحشين وعارفين كويس قوي. اي مكان زي ما فيه الحلو فيه المهبب والمطيب. انا كنت بعاملك زي اخويا عشان لا كان ليا اخوات ولا ليا اصحاب. حتى البنت الوحيده اللي حبيتها مع اول حد جاهز اديتني صابونه وزحلقتني. عشان كده انا ههج من البلد دي ومش هتشوف وشي تاني. وخد سلسلتك يا عم، مش عايز اشوف وشك تاني. انا في حاجات لازم اقعد اتكلم معاك فيها. كلام مولانا كل مره بيطلع صح. حماده استنى يا حماده. حماده يا حماده استنى يا حماده. ماشي يا ريس، الساعة 8 بالظبط هتلاقيني عندك. مع السلامة. حماده يا ابني عشان خاطري ما تسافرش. بقول لك ايه ياما، طول ما انا في البلد هنا الشيطان هيفضل راكبني. سيبيني الله يخليكي. بقول لك ايه، ما تسافرش وتسيبني. هتسيبني هنا لمين؟ بقول لك ايه، سيبيني والنبي ياما. مبروك البراءة يا شيخنا، عقبال باقي القضايا اللي مستنياك. ولو فلتت من ده كله مش هتعرف تفلت من الشيخ زكي جمعة، ده حالف لا ينفخك في حلقة النهارده، و90 مليون هيتفرجوا عليك. انت هتعمل فيها نايم؟ يا لهوي،
بيتك. انا اللي خلاني يا ربي بس امشي وراك واسايرك. صدقيني انا عملت كل ده علشانك. اصدقك ازاي؟ ده مفيش كلمه من ساعه ما عرفتك ينفع تتصدق. انا عذرك، بس كل اللي انا قلته ده كان حقيقه. انا مش من الكوكب ده، انا من كوكب تاني، والسلسله اللي معايا دي هي الحاجه الوحيده اللي تقدر ترجعني وتسفرني. يا اخي سافر سافر وسجني. يا رب انا كنت عرفتك ليه بس؟ هو انا كل ما اجي اكلم حد يقول انا عرفتك ليه بس؟ اهو نصيبك كده، وبعدين انا اصلا مش هسافر خلاص. يعني ايه؟ يعني بعد ده كله وتقولي مش هسافر؟ في حد تاني اهم مني هيسافر، المفروض ان هو ما يسافرش. ده مين ده؟ هاتي تليفونك. يا نهار اسود يا نهار اسود. ايه؟ نسيت التليفون في المستشفى، ودلوقتي لما يلاقوا التليفون وما يلاقونيش هيعرفوا ان انا اللي هربتك ويخصموا مني الحوافز. حوافز ايه؟ اهدي بقى. مش ههدى مش ههدى. بقول لك اهدي. ايه يا اسطى في ايه؟ ما ترد على التليفون. يا عم بقول لك ايه، مش طالبه. لا اله الا الله. هو انت مش بترد ليه؟ مين ده؟ اوعى تكون عملتها وسافرت. مين ده؟ ويعلن الدكتور زكي جمعة عن عودة البرنامج بعد محاولات التشكيك في أبراجه. انتظرونا بعد الفاصل. ما تشالش يا محمود ولا اجي اسوق مكانك. طب استهدى بالله كده وصلي على النبي وهتلاقي الاسفلت بيولع دلوقتي. انت ما تفهمني عايز تروح الاستوديو ليه؟ مفيش وقت للكلام دلوقتي. الساعة معاكي كده كده. طلع 8:30 كده. هات جنبه. هات انت رجلك طويله، خش قدام. هات جنبه. هات خش. ساعوا بعض. خش جنبه. تيستنج مايك تيست 1 2 3 4. يلا يا جماعه جاهزين؟ 5 4 3 2 1. وبعود الايام. وزي ما قلت لحضرتك، الابراج دي علم بينتفع بيه الجميع. يعني لو سمحتي لي اسال حضرتك سؤال واقول لك برجك ايه؟ انا جوزاء. الاجابه برج الجوزاء. شفتي بقى، اي سؤال بتلاقي الاجابه بتاعته، ودي ميزه علم الابراج. يعني انا اذا عرفت البرج بتاعك اقدر اعرف مستقبلك، بتفكري بايه، احلامك، لان علم الابراج موجود فعلا ومعلوم. يعني اي سؤال بتطرحيه بتلاقي الاجابه بتاعته على طول بعدها. وانا اتحدى اي حد يشكك في علم الابراج، وعايز اي حد من اللي موجودين يتحدى زكي جمعه. انا اتحداك. ايه ده مين ده؟ كملي معايا يا استاذه. كملي معاه. انا مش محتاج من وقت حضرتك اكتر من دقيقه. اتفضل. ليه دايما بتخافوا من المجهول؟ ليه دايما مرعوبين من المستقبل؟ ليه دايما بتسالوا كل يوم عن ابراجكم وحظكم النهارده؟ ليه دايما رابطين حظكم بنجاحكم ورزقكم؟ عارفين ليه خايفين من المستقبل؟ عشان مش قادرين تفسروا الواقع، او قادرين بس مش عارفين تغيروه. مربوطين دايما بالغلط. مش عارفين العربيه دي بتشيل 28. عارفين ليه ذكي اقوى منكم؟ علشان كلكم ضعاف قوي. افاتار. كلكم كدابين، كلكم بوشين. المشكلة ان انا لما اشتغلت في قراية كفوفكم اكتشفت ان كلكم بتكذبوا على بعض، مع اني كنت دايما بسمع ان الكذب عندكم من المحرمات. انا عايز اسألك سؤال، لو جالك توأم مولودين في نفس اليوم وفي نفس السنة ونفس البرج، هتحدد مستقبلهم على اي اساس؟ انا عايز اقول ان الكلام اللي قاله النصاب ده ملوش اي اساس من الصحة، كلام مرسل وسطحي. وبعدين ما جاوبناش لسه على قراية الكف اللي مالية مواقع التواصل الاجتماعي. انا هثبت حالا ان كل كلمة قلتها صح، وان البنت اللي قدامك دي انت دمرت حياتها. بنت ايه؟
البنت دي خسرت الانسان اللي كانت بتحبه بسبب ابراجك يا زكي. انت عارف بتجيلي كام حالة في اليوم؟ انا بتكلم عن حماده العقرب، ابن امه حماده، اللي انت قلت لها تصرف نظر عن الجوازه علشان هتخونه. ايوه، تنبأت انها هتخونه، وقد كان. لو سمحت ما تكملش. انا لا اعرف ان انت بتعمل كل ده عشان خاطر حماده، انا ما كنت ساعدتك من الاول. عشان تعرفوا ان ده نصاب ومعاه واحدة خاينة. ممكن تسمعي كلامي لحد الاخر ومش هتندمي؟ فاول ما عرفتك بحماده كان بيحكي لك عن عقدته من برج العقرب. من كتر خوفك من انه يسيبك لانك حبيتيه بجد، نسيتي محفظتك متعمده في عربيته اللي هي فيها بطاقه اختك بسنت، اللي هي برج الحوت، لانك كنت برج العقرب. ومن حسن حظك ان الصوره اللي في البطاقه ما كانتش باينه. احب اعرفك يا دكتور زكي على ياسمين، مش بسنت، برج العقرب مش برج الحوت. صح يا ياسمين؟ صح. هو حماده كان دايما بيحكي لي انه متعقد من برج العقرب، وانا لما لقيته ان هو مجنون بالابراج وان هي دايما مأثره عليه، حاولت ان انا اخبي عنه ان انا برج العقرب. خفت ان هو لو عرف اني اخسره. حماده ده البني ادم الوحيد اللي انا حبيته في حياتي، الحاجه الوحيده اللي انا اخترتها في حياتي كلها. علشان كده انا كدبت، بس انا ما كنتش اعرف ان كل ده هيحصل. بيسموها كدبه بيضة عندكم علشان هدفها نبيل. هو كان نبيل بس انت عارفه الكدب ملوش رجلين. حماده لما بعتلك انه جاي عشان يتقدم لك انت رديتي عليه وقلت له انه مش هينفع النهارده، علشان كان السبب الحقيقي هو خطوبه اختك بسنت اللي هو ما يعرفش عنها حاجه، وكنت فاكره ان هو شاف الرساله. بس من سوء حظك ان تليفون حماده باظ قبل ما يشوف الرساله، فجالك على عماه وشاف خطوبه حبيبته بسنت. مش ده اللي حصل؟ انا ما كنتش اعرف ان الرساله ما وصلتش، وما كنتش اعرف ان هو جه لحد البيت. يعني انا ما اعرفش ان الكذبه كانت هتبوظ الدنيا بالشكل ده. كل اللي اعرفه ان هو بعت لي رساله بيقول لي انا مش عايز اشوف وشك تاني. بصراحه الرساله جرحت كرامتي، ما قدرتش اكلمه. وعشان كده صدق انك خاينه وحكم عليك بانك راجل صادق وحكيم، وخسروا بعض هما الاتنين بسبب ابراجك يا زكي. بس انت ايه وياسمين ايه؟ الكلام ده ما يدخلش الدماغ، ده عايز يبرأها عشان اطلع انا المجرم. بعد اذنكم يا جماعه، بعد اذنك يا دكتور زكي، الموضوع ده محتاج شخص مهم جدا شاهد، الاستاذ حماده. كنترول، خدوا رقمه واتصلوا بيه لو سمحتوا. اعزائي المشاهدين، نحن في انتظار لحظه الحسم. حماده هارب يا استاذه، خاف، شكله كان هيبقى وحش قوي. لا ارجوكي حاولي معاه تاني، انا لازم اتاكد واعرف ده حصل ولا لا. طيب احنا نعمل محاوله اخيره، معلش نتصل بيه تاني مره اخيره. حماده. الو. الو حماده؟ لا انا مش حماده، انا صاحبه محمود. ايه؟ لا حماده سافر ونسي تليفونه هنا معايا. ما تتعبيش نفسك حضرتك، حماده خلاص هرب لانه نصاب، واللي واقف قدامك ده نصاب. وده تقرير وصلني من مستشفى الامراض العقليه بيؤكد كلامي. اعتقد كل حاجه وضحت دلوقتي في برنامجنا بمنتهى الشفافيه وعلى المكشوف. والى اللقاء في حلقات جديده. وسع يا عم انت وهو، وسع يا عم. افاتار افاتار. انت مين؟ كل ده وما تعرفش انا مين؟ لا ما خدش بالي. انا حماده اللي انت ضيعت مستقبله. وعلى فكره كل كلمه قالها افاتار كانت بجد. انا بكلمه واحده منك بس خسرت كل حاجه في حياتي، ويا عالم عملت كده في كام واحد من اللي بيصدقوا كلامك التافه ده. اقعدوا لسه البرنامج ما خلصش. وانا اعمل لكم ايه؟ انا راجل بيزنس مان، بقدم لك بضاعه، عايز تشتريها اشتريها، ما حدش ضربك على ايديك. تقوم تبيع لهم الوهم. الناس هي اللي حابه الوهم. الناس لو اشتغلت انا هقعد في البيت، عشان كده الناس لازم هي اللي تقعد في البيت وانا اللي لازم اشتغل. وبعدين
حط نفسك مكاني. هتشتغل للناس ولا لنفسك؟ هايل يا استاذ زكي يا جوز امي. ايه ده؟ في ايه؟ خلاص خلصت بقى يا استاذ زكي. اتفضل يا باشا. لا خليك مستريح، انا جاي معاك. يا رب يا ساتر. اتفضلوا. ياسمين انا اسف. لا انا مش قابله اسفك يا حماده، انت سبتني لوحدي. كان سوء فهم والله، وبعدين خلاص مش هسيبك تاني ابدا. بجد؟ بجد. بجد؟ ايه يا ابني اللي انت لابسه ده؟ الجو حر تلج. الطريق طويل مش ضامن الجو بصراحة. صح. عموما أنا متشكر. لا احنا المتشكرين، يعني احنا مش عارفين نرد كل جمايلك دي ازاي. افاتار انا التاني بقيت تصيع انا. وحشتوني، بقالي سنه بدور عليكم. انت اللي جابك هنا بس؟ فين الخازوق؟ الخازوق معايا. فين؟ شايلهولك حبيبي. بقول لك ايه، انا عايز منك خدمه. قول. انا عايز اروح الكوكب بتاعي. انت منين؟ انت نسيت ولا ايه؟ انا متنطط. ما هو مش طريق. مش طريق. طب نزلني حتى على كوكب من الاسبوع واخد الناس فضائيه توصلني لحد هناك. خده وهيغير من الدمرداش. وانا خد يلا خد يلا وانا أنا قلت ما ينفعش يعني نتسرق. انت مش عايز تقول لي حاجه؟ أنا مش بحبك على فكرة. ورجع كوكبه افاتار، ورجعت انا الميكروباص ورجعت اشتغل تاني. اتعلمت منه حاجات كتير قوي، بس علمناه برضه، علمناه الكذب. ايه رايك في الكذبه دي يا عم إيتو؟ حلوة قوي. انت عارف حلوة ليه؟ ليه؟ عشان الرز بالكبدة. رقم فضائي وبيرن. انت اتعلمت حتى النتانه، الله يخرب بيتك. الو. ايوه قول. ايوه انا وصلت. ثانية خليك معايا. اخوانا على البر كده، الرحلة دي هاف بورد 3 ايام. اي حد عايز يزود فول بورد على حسابه. قشطة؟ انا قلقان.